ازاي تعرف تعمل قناة يوتيوب اجنبية او عربية تضرب وتجيب فيوز اكتر مما تتوقع بكتير؟ انا جاي انقل لك تجربة سنين حرفيا في المجال ده. بص، عشان نكون صريحين مع بعض، الحلقة اللي فاتت جالي تعليق، التعليق ده حرفيا هنبني عليه حلقة النهاردة بالكامل. استاذة دخلت علقت لي وقالت لي يا باشمهندس، انا عملت قناة من 10 ايام والقناة بتاعتي نجحت وضربت وعملت شغل حلو قوي. هي طبقت جزء من الحلقات اللي احنا عملناها الحلقة اللي فاتت. النهارده بقى انا جاي اديك الزتونة والملخص بتاعت القناة بتاعتها، واقول لك هي بتشتغل بشكل عامل ازاي في ال10 ايام دول وقدرت تحقق نتيجه عامله ازاي. بص، عشان نكون صريحين مع بعض، الموضوع محتاج منك شويه تركيز واجتهاد وفنجان قهوه محترم، وتجيلي في الضيق عشان اعلمك حرفيا ازاي تعرف تبقى متميز جدا في المجال بتاع انشاء المحتوى. لان انت لو اتعلمت الطريقه اللي جاي اقولها لك النهارده، هتعرف تشتغل على المحتوى الاجنبي والمحتوى العربي والمحتوى الفنزويلي والمحتوى الصيني والياباني. اي محتوى عندك ابداع فيه تقدر تشتغل عليه. ولو انت تعرف العربي بس كلغه ام اولى بس، تعرف تشتغل على اي محتوى في اي دوله، لان هعلمك النهارده ازاي تبقى استاذ وازاي تبقى معلم بالذكاء الاصطناعي. يلا بينا نخش في التفاصيل. كده احنا عرفنا ازاي نشتغل، ازاي نقدر نصمم استوديو احترافي، ازاي نقدر نعمل بودكاست ما بين شخصين، ازاي نقدر نعمل كلمات مفتاحيه احترافيه للفيديو ونهيئ الفيديو لمحركات البحث ونختار افضل عنوان للفيديو، ازاي نكتب وصف احترافي للفيديو، ازاي نبتدي نعمل تهيئه للقناه بتاعتنا، ازاي نخلي القناه بتاعتنا متوافقه مع محركات البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، يلا بينا نخش في صميم حلقه النهارده. بدايه التعليق ده جالي على الحلقه الاخيره اللي احنا نزلناها على القناه بتاعتنا سيبونا اتعلم. الاستاذه ايمان، عملت هذه القناه لتعليم الانجليزيه والنتائج قويه لحد الان، مر 10 ايام على بدايته وهي مش مصدقه. طيب خلينا كده نفتح القناه ونبص ونشوف ازاي نعرف نعمل محتوى زي ما الاستاذه كده شغاله، وطريقه كمان كرييتيف اكتر. قبل ما نبدا يعني يا ريت يعني نوعا من التقدير، انا قلت لها في التعليق بتاعها ان انا هقول للناس الحلقه الجايه يعملوا لك سبسكرايب، فاعملوا لها سبسكرايب يا جماعه. ما علينا، يعني خلينا نخش في التفاصيل. لو دخلنا على الرائد بتاع القناه هنلاحظ ان هي جايبه فيوهات كويسه جدا مقارنه بان القناه عمرها حوالي 10 ايام بس. يعني تقريبا اكبر فيديو على القناه تقريبا من 10 ايام، فالقناه 2400 341. الناس اللي لسه بادئه على اليوتيوب عارفه ان كده هي ناجحه جدا. ازاي بقى نقدر نشتغل زي الاستاذه ايمان؟ ونصيحتي كمان للاستاذه ايمان لو هي بتتفرج علينا، هديها كام نصيحه واحنا شغالين عشان تقدر تطور القناه بتاعتها دي. في البدايه هنروح لشات جي بي تي وهنبتدي نقول له انا بعمل قناه تعليم لغه انجليزيه واسمي خالد، اقترح عليا اسماء. عشان شات جي بي تي يبتدي يدينا شويه اسماء. هتلاقيه في الاول بيقول لك انجلش ويز خالد، خالدز انجلش لاب. هتلاقيه بيبتدي يديك شويه اسماء، انت هتختار اسم الانجليزي اللي يعجبك، ويفضل يكون الاسم اجنبي عشان دي قناه اجنبيه هدفها الاول هو تعليم اللغه الانجليزيه. فابتدي اختار اي اسم من الاسامي دي، وليكن مثلا انجلش ويز خالد. تمام. هي على فكره انا من غير ما اشوف هي اشتغلت ازاي، هي القناه بتاعتها اسمها انجلش ويز ايمان، يعني هي اختارت اسم القناه تمام من شات جي بي تي من غير ما اسالها، هي عملت كده. بعد كده هقول لشات جي بي تي اكتب لي وصف احترافي للقناه، هيقول لي اكيد يا خالد ده وصف احترافي للقناه تعليم لغه انجليزيه. هيبتدي يحط لي ديسكريبشن او وصف احترافي للقناه. كويس جدا، خلينا نشوف هي عامله ايه. انا حسيت ان انا ابتديت ارضيها كده يا جماعه، انا كده افهم الناس كل حاجه. هي عامله على فكره نفس الكلام، كويس جدا، هي شغاله كده صح الى الان. بعد كده هقول له اكتب لي كلمات مفتاحيه للقناه، يبتدي يديني شويه كلمات مفتاحيه للقناه. وبعد كده هنخش على تصميم اللوجو والكلام ده كله، بس خلينا نبدا مع بعضينا في البدايه. بعد كده هروح اجيب اي قناه يوتيوب اجنبيه قديمه، عمرها قديم، بقالي مثلا عاملها شهر شهرين ثلاثه سنه سنتين ان شاء الله حتى 10 سنين، اي قناه قديمه. طب لو ما عنديش اي قناه جديده اعملها، انا ببتدي استخدم قناه جديده لهدف واحد بس، وهو ان انا ما اخليش يوتيوب يعتبرني ان انا عامل القناه دي مخصوص لحاجه معينه. فهمت؟ طيب خلينا نخش على الستيب اللي بعدها. وبعد كده المفروض ان انا بضغط على اسم القناه بالشكل ده او الصوره بتاعت القناه، وبعد كده بضغط على كلمه قناتك، بعد كده بضغط على كلمه تخصيص القناه بالشكل ده. بعد كده بيبتدي يديني الاسم والاسم المعرف. الاسم اللي هو اسم القناه هنروح لشات جي بي تي ونبتدي نختار الاسم اللي احنا اخترناه في الاول اللي هو انجلش ويز خالد. تمام. ابتدي اخد الاسم بالشكل ده، وبعد كده هبتدي احطه في المكان بتاع الاسم ده. ودلوقتي قدامي اسم المعرف، هبتدي امسح الكلام بتاع المعرف ده. لو جيت دلوقتي هيقول لي مش مقبول، فهبتدي اعمل مسح عشان يبقى بين كل كلمه وكلمه داش صغير جدا عشان يقول لي مقبول. كويس، دلوقتي الاسم مقبول. ودلوقتي انا هخش على الوصف او الديسكريبشن بتاع القناه. هبتدي اجيبه منين؟ احنا قلنا طبعا لشات جي بي تي اكتبه لنا، ده وصف مقترح كويس. هبتدي اخده كده كله نسخ، كليك يمين كوبي. بعد كده هنحط له الوصف بتاعنا هنا بالشكل ده. يفضل ان انت تمسح يعني اللي هي الايموجيز والكلام ده. وبعد كده خلينا نطلع كده بالشكل ده.
نبتدي نضيق المسافات. يفضل ان انت ما تكتبش اشترك وفعل الجرس والكلام ده في الوصف، لان ده بيتارشف، الكلام ده بيتارشف لان هو مهم جدا. وبعد كده المفروض ان انا هبتدي اضغط على كلمه نشر. في خلال ثواني تم النشر. دلوقتي هنرجع تاني لشات جي بي تي، وكده انا قبل ما اغادر الصفحه اللي انا شغال فيها بتاعت التخصيص مفروض عليا اعمل اللوجو. فهرجع لشات جي بي تي هقول له صمم لي لوجو، واسم القناه هقول له انجلش ويز خالد، اللي هو القناه اللي احنا اخترناها وده اسمها. بيقول لي طيب يا عم خالد، قبل ما اصمم لك اللوجو انت حابب اللوجو يبقى ايه، بالعربي ولا بالانجليزي؟ عايز الستايل يبقى عباره عن ايه؟ عايز الالوان المفضله ايه؟ هبتدي اقول له انا عايزه بالانجليزي بس. هبتدي اجاوب على السؤال الاولاني اللي هو 1. وبعد كده بيقول لي عايز اللوجو يبقى عباره عن مودرن وكلين وكده، ولا في لمسه تعليميه زي وان يبقى في كتاب وميكروفون والكلام ده؟ فقلت له اعمله لي بلمسه تعليميه وفي كتب وميكروفون. في ثواني هلاحظ ان شات جي بي تي ابتدى يصمم لي لوجو بالمعالم المحترمه دي زي ما انت ما شايف. هبتدي اضغط على تنزيل هنا عشان يبتدي يعمل لي تنزيل. وهقول لك على معلومه مهمه جدا وركز عليها. بص، انت عندك مرات معينه شات جي بي تي بيساعدك على التصميم، يعني تقريبا معاك من 3 ل 5 مرات شات جي بي تي بيصمم لك صور. ما تطمحش ان انت هتاخد اكتر من كده، فلازم وانت بتجاوب على الاسئله بتاع تصميم اللوجو تبقى عندك تأني. مش اي حاجه ومش اي لوجو تقبله، لازم يبقى عندك تأني عشان ما تخسرش المحاوله. طبعا لو خسرت هتضطر تستنى 24 ساعه عشان يبقى عندك امكانيات تانية. دلوقتي هروح اعمل تغيير للوجو. هبتدي اروح للمكان بتاع الصوره وتغيير من هنا كده، وبعد كده هبتدي اختار اللوجو. هنلاحظ ان اللوجو مظبوط بالمزوره زي ما بيقولوا، وابتدي اضغط على تم. كده الابعاد بتاعه اللوجو محترمه جدا. هبتدي اضغط على نشر عشان يبتدي يحفظ لي اللوجو. بعد كده هنزل تحت شويه هلاحظ ان عندي قسم اسمه العلامه المائيه للفيديوهات، ودي الصوره اللي بتظهر جنب الفيديو، العلامه المائيه بتاعه الفيديو. هبتدي اضغط عليها تحميل واختار اللوجو اللي احنا سبق وعملناه. هنلاحظ ان هي بقى شكلها مربع. هبتدي بعد كده اضغط على تم. نلاحظ ان ده بقى شكلها زي ما احنا ما شايفين، هو ده المكان بتاعها. بعد كده هبتدي اضغط على نشر بنفس الطريقه. عشان اعمل الكلمات المفتاحيه بضغط على الاعدادات بتاعه القناه بالشكل ده، وبعد كده برجع لكلمه القناه. بنلاحظ ان عندي كلمات رئيسيه بتاعه القناه القديمه، هبتدي امسحها بالشكل ده. وبعد كده هنرجع نكلم شات جي بي تي ونقول له اكتب لي كلمات مفتاحيه للقناه. هو كان كاتب لي، انا قلت له اكتب لي كلمات مفتاحيه للقناه، هو كان راصص لي كلمات مفتاحيه ليها علاقه بالقناه. هبتدي اخد القناه بالمنظر ده كوبي، وبعد كده هرجع هنا احط الكلمات الرئيسيه بتاعتي بالشكل ده. لو لاحظت ان الكلمات كتير، هو عندي 500 حرف، فامسح شويه كلمات بالشكل ده لحد ما يقول لي انت كده تمام. هستنى لحد ما يخلص. تمام، 429 من 500. هضغط على الحفظ. تمام، انا كده خلصت. كده انا عملت كاستمايز للقناه، عملت لها تهيئه لمحركات البحث. دلوقتي انا جاهز اشتغل على المحتوى. دلوقتي احنا في ستيب 2 في الخطوه الثانيه، وهي الخطوه الاهم من وجهه نظري، هي صناعه المحتوى. خلينا متفقين على مبدا عشان يوتيوب يشوف ان انت بتقدم فاليو، بتقدم قيمه، لازم يلاقيك بتدخل العنصر البشري. يعني لازم ما يبقاش الفيديو صريح بالاي اي، ودي حاجه يا استاذه ايمان انا شفتها في فيديوهاتك. ما اعتقدش ان انت بتستخدمي اي عنصر بشري خالص في فيديوهاتك. فيديوهات صرف بالاي اي، وده مش افضل شيء. يفضل ان انت تستخدمي الذكاء الاصطناعي مع العنصر البشري. انا جاي اعلمك ده النهارده. خلينا نشوف المبدا. احنا جايين نتكلم عن قناه بتعلم اللغه الانجليزيه، فانا عندي نطق بالعربي وعندي نطق بالانجليزي. انا ما بعرفش انجليزي، فعلى الاقل هنطق العربي تمام بلساني بالميكروفون باي حاجه، وبعد كده هبتدي استخدم الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الاجنبي. طيب خلينا نخش في الجزء العملي على طول. في البدايه هروح لشات جي بي تي هقول له اقترح عليا حلقات للقناه. هيبتدي يقسم لي مستويات بشكل بروفيشنال. بص، عشان تعرف تشتغل في الموضوع ده او في النقطه دي خصيصا، ركز معايا في تفاصيل. المستوى الاولاني ده اللي فيه 7 حلقات او 7 اقتراحات، دول تعملهم حلقات. هنبتدي نعمل قوائم تشغيل. قائمه تشغيل مكونه من 7 حلقات. الحلقه الاولانيه اسهل طريقه لتبدا التعلم باللغه الانجليزيه من الصفر. الحلقه الثانيه 20 جمله اساسيه لازم تحفظها لو لسه مبتدئ. الحلقه الثالثه الفرق ما بين ام واز وار بطريقه بسيطه. لو عملت الحلقات بالمنظر ده وكتبت على قائمه التشغيل دي قائمه التشغيل دي المستوى الاول لتعليم اللغه الانجليزيه، الناس غصب عنها هتبتدي تتفرج على قوائم التشغيل، هتبتدي تتفرج على فيديو انت بتقدمه. هيلاقوا ان الفيديوهات اللي انت بتعملها فيها قيمه فاليو. تمام، خلينا نخش على التنفيذ. البيجنر ليفل او المستوى الخاص بالمبتدئين، نبتدي نختار اي حلقه من الحلقات دي. انت طبعا هتبتدي من الحلقه الاولانيه. انا بس عشان اوضح معاك الطريقه خلينا اختار اي حلقه من الحلقات دي. انا شايف ان اكتر حلقه من ضمن الحلقات دي جذابه، اهم 50 كلمه تستخدمهم كل يوم بالانجليزي. انا شايف ان الاسم ده قوي وممكن يلاقي ترافيك كويس. ابتدي اخد الاسم ده كده نسخ، وابتدي اقول لشات جي بي تي
اكتب لي سكريبت للحلقة بعنوان اهم 50 كلمة تستخدمهم كل يوم بالانجليزي، وقسم السكريبت بشكل احترافي، وكل جزء ضع فيه برومبت احترافي لتوليد صور وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. طيب هنستنى ثواني لحد ما شات جي بي تي يخلص ونشوف هو طلع لنا نتيجة عاملة ازاي. انا ليه بقول له اعمل لي كل جزء ليه برومبت؟ هتفهم دلوقتي، بس خلينا نستنى مع بعضينا ونشوف هو هيعمل ايه. وبعد كده هنرجع لشات جي بي تي وهنكتب له اكتب لي برومبت لتصميم صورة لشخصين في بودكاست. تمام؟ الشخص الاولاني هو ذكر، هو عمره 30 سنة، والشخص الثاني هي أنثى شابة عمرها 25 سنة ترتدي حجاب، وهم يجلسون في استوديو به لوحة في المنتصف مكتوب عليها انجلش ويز خالد، وكل شخص أمامه ميكروفون. تمام؟ وبعد كده هبتدي أضغط على انتر عشان يبتدي يولد لي برومبت أقدر أعمل بيه استوديو بالذكاء الاصطناعي بطريقة احترافية. هنستنى لحد ما يولد البرومبت. طيب بيقول لي تحب اضيف لك في البرومبت ستايل معين واقعي زي ستايل ولا ستايل كرتوني ولا ستايل سينمائي؟ يعني من الاخر الشخصيات اللي تكون موجوده في الاستوديو اللي احنا بنبنيه ده، هل هي شخصيات كرتونيه 2 دي ولا هل هي شخصيات واقعيه؟ انا هقول له ستايل كرتوني 2 دي، هبتدي احطه له بالشكل ده عشان يبتدي يولد لي برومبت احترافي معمول بال 2 دي. طيب هنستنى لحد ما هو ما يخلص. بيقول لي عايز تضيف علم بريطانيا او اي رموز تعليميه او زي الكتب او حروف انجليزيه او الكلام ده كله عشان توضح انه بودكاست تعليمي. مش محتاج، بس انت تقدر طبعا تطور البرومت زي ما انت ما فهمت كده. هبتدي انسخ البرومت وهرجع لموقع صوره، وبعد كده في الديسكرايب يور ايمج طبعا احنا بنستخدم صوره دوت شات جي بي تي. هبتدي احط البرومت بالمنظر ده، وبعد كده هضغط على انتر عشان يبتدي يولد لي برومت للاستوديو اللي احنا هنستخدمه في المشهد بتاعنا. طيب هستنى في خلال ثواني لحد ما هو ما يخلص. في خلال ثواني الموضوع مش هيطول كتير. هنلاحظ ان موقع صورة ابتدى انتج لنا الصور اللي احنا عايزينها بالظبط، تيبيكال صورة 2 دي لراجل وست شغالين قدام بعض كأنه بودكاست والكلام ده كله. وطبعا هنعرف ازاي نعرف نضيف لمسات احترافية في الفيديو. طيب خلينا دلوقتي نشوف. ممكن اخد الصورة دي ابتدي اشتغل عليها، وممكن ابتدي يبقى عندي طموح اعلى وابقى محترف اكتر زي ما هوريك دلوقتي. هنروح لموقع جروك ونبتدي نديله نفس البرومت اللي انا اديته الصوره بالملي، هو نفس البرومت بالظبط، هو نفس البرومت. وبعد كده هبتدي اضغط على انتر، هستنى ثواني عشان يبتدي ينتج لي صور فيكتور او صور معموله بالذكاء الاصطناعي مفيش فيها اي مشاكل. ابتدي استنى لمده ثواني انتج لي صور شكلها احترافي اكتر اساسا، يعني هي شكلها اصلا احترافي اكتر. هبتدي اختار اي صوره من دول، وليكن مثلا ممكن اختار الصوره دي، وبعد كده هبتدي اضغط على المكان بتاع ميك فيديو بالمنظر ده. هنتظر ثواني لحد ما يبتدي ينتج لي الصوره ويحولها لفيديو. ميك فيديو. في خلال ثواني هلاحظ ان الصوره اتحولت لفيديو وبقى شكلها احترافي جدا. طيب دلوقتي ازاي اقدر اعمل بقى بالفيديو ده الزبده زي ما بيقولوا، الابداع؟ هوريك ازاي. في البدايه هبتدي اعمل داونلود للفيديو، احفظه على الكمبيوتر عندي او التليفون، وبعد كده ابتدي اشتغل وابتدي اولد الصوت اللي هبتدي استخدمه جوه الفيديو ده. طيب هبتدي ارجع تاني لموقع شات جي بي تي ونطلع فوق نمسك السكريبت اللي احنا عملناه، وهو بادي من المشهد الثالث. مفروض ان هنا في شويه اسامي بتتقال، وكل اسم بيتقال او كل كلمه بتتقال قدامها الترجمه الحرفيه بتاعتها باللغه العربيه. بس قبل كده احنا عندنا زي مقدمه مفروض ان احنا هنقولها باللغه العربيه. هبتدي امسك اي مايك ب20 جنيه ملوش اي لازمه، هبتدي اوصله على التليفون وابتدي افتح اي برنامج فويس ريكوردر وابتدي اسجل الكلام ده باللغه العربيه. انا خالي وده فيديو مهم. عايزك لو عايز تتعلم لغه انجليزيه بطلاقه، النهارده هنتكلم عن اهم 50 كلمه، الكلام ده هتقوله كله بالعربي. ماشي؟ طيب وبعد كده في المشهد الثاني الهدف من الفيديو ده انك تحفظ وتتعلم الكلمات اللي فعلا بتحتاجها كل يوم، مش كلمه مش كلمات صعبه ولا غريبه، لا ده انا هقول لك معناها بالعربي وطريقه نطقها بطريقه صح. هتبتدي انت تسجل الكلام ده بصوتك، تبتدي تسجل الكلام ده بصوتك، ومع تسجيل الكلام ده هتبتدي مثلا تبقى جايب اي شخصيه من الشخصيات دي وتبقى عارضها. ماشي؟ طيب خليني بس عشان ما صعبش عليك الموضوع، خلينا نشوف الموضوع بيتم بطريقه عامله ازاي. بعد كده هنيجي للشخص اللي المفروض ان هو بينطق انجليزي وبيعلمنا، فاحنا لازم نختار حد بذكاء شديد، ما ينفعش اي حد وخلاص. فهنبتدي نستخدم موقع ميني ماكس الشهير بتاع الذكاء الاصطناعي،
ومفروض ان احنا دلوقتي هنبتدي نجيب الكلام اللي عايزينه ينطقه. بس قبل ما نخش للنقطه دي هنبتدي نضغط على القسم ده اللي اسمه تكست ده، ومن هنا نقدر نختار الفويس. احنا عايزين مين اللي يتكلم، راجل ولا ست؟ احنا لما جينا عملنا الصوره لقينا ان احنا مفروض نختار شخص يتكلم عربي وشخص يتكلم انجليزي. يبقى احنا مثلا عشان احنا لو انت راجل اللي بتتفرج عليا، يبقى انت هتسجل العربي وهتستخدم صوتك انت كراجل في الشخص ده. طيب لو انت ست هتستخدمي انت ست صوتك انت كعربي. هنفهمك، يعني لو انت راجل بتتكلم عربي يبقى احنا محتاجين صوت ست، يبقى انت كده هتروح هنا وتختار صوت ست. طيب لو انت ست او واحده هتعملي ايه؟ هتبتدي تتكلمي من هنا بالعربي وبعد كده من هنا هتختاري صوت راجل، ماشي؟ لان ده المفروض موقع الذكاء الاصطناعي اللي بيتكلم قدامك، ماشي؟ انا راجل، يبقى اذا هي جيرل زي ما هي، هخليها زي ما هي. ممكن لو انا عايز اغير الصوت ببتدي اعمل الجنسيه من هنا، ومن هنا بضغط على كلمه فيميل عشان اخليها انثى، ومن هنا بضغط على كلمه ميل عشان اسمع الصوت. ببتدي اضغط على المكان ده عشان اسمع الصوت. انا مثلا هستخدم الصوت ده وليكن مثلا. بعد كده هرجع لموقع شات جي بي تي وابتدي احدد الكلمات بتاعتي. طيب هبتدي انسخ الانجليزي بس، مش هنسخ الانجليزي بالعربي، هنسخ الانجليزي بس. معلش انت لو ما عندكش امكانيه ان انت تسجل بصوتك وتمسك التليفون وتسجل، انت كده عندك مشكله، مش كل حاجه بالذكاء الاصطناعي. طيب في البدايه هبتدي امسك كلمه هالو، ابتدي ممكن تسجل كلمه وممكن تسجلها كتراك كله مع بعضه، وبعد كده تبتدي تقطع، ماشي؟ طيب هالو، وبعد كده هننزل تحت، وبعد كده نبتدي نستخدم كلمه ثانكس، وبعد كده ممكن انسخ الكلام كله بالمنظر ده، ماشي؟ وبعد كده ابتدي احذف العربي اهو. طيب كويس قوي. دلوقتي بعد كده هضغط على كلمه جينيريت، تمام؟ بعد ما خلصنا هبتدي اوقف الصوت وبعد كده هضغط على داونلود، تمام؟ دلوقتي انا حفظت مقطع الصوت. هروح انا بقى اسجل بصوتي الكلام ده، زي كلمه شكرا، اسف، ايوه، لا، من فضلك، كويس، وحش، حلو، الكلام ده كله هسجله انا بصوتي ده، ماشي؟ واحفظه برده في مقطع لوحده. تمام يا جماعه؟ دلوقتي انا معايا فيديو ومعايا الصوت بتاعي انا اللي انا سجلته، اللي احنا عملناه اهو، ده الصوت بتاعي اللي انا سجلته، ومعايا كمان الصوت الانجليزي اللي احنا سجلناه من على الميني ماكس، اللي هو المفروض ان الصوت اللي احنا هنتعلم بيه، ماشي؟ ومعايا الفيديو طبعا اللي عملناه عن طريق موقع جروك. طيب تعالى بعد كده نبتدي نخش في المرحله الاهم، وهي مرحله الابداع او مرحله المونتاج. هبتدي استخدم اي برنامج. لو انت من على التليفون استخدم كاب كات، لو انت من على الكمبيوتر هتستخدم كامتازيا، فيلمورا، اي برنامج مونتاج بتعرف تشتغل عليه، ان شاء الله تشتغل حتى على اي حاجه. بجيب الفيديو الاساسي بتاعي اللي انا هشتغل عليه، وبعد كده بجيب الفيديو بتاع الذكاء الاصطناعي، وبعد كده بجيب الفيديو بتاع صوتي انا، ماشي؟ طيب ببتدي احط الفيديو بتاعي اللي انا هشتغل عليه، وابتدي اكبر المقاس بتاع الفيديو بالمنظر ده، تمام؟ المفروض ان انا دلوقتي لو الصوت ده نفسه نازل لي من على موقع جروك في اي صوت، هبتدي اكتم الصوت اللي موجود هنا، اديت فيديو اهو، هنزل الصوت كده، هما بيتكلموا من غير صوت، ماشي؟ كويس قوي. دلوقتي انا ايه اللي المفروض ان انا اعمله، او ايه اللي ممكن ان انا اعمله؟ ببتدي اختار المقاطع اللي الراجل بيتكلم فيها. يعني ايه؟ ركز معايا عشان تفهم الفكره الاساسيه. حلو، هو الراجل بيتكلم لحد الثانيه دي، ماشي؟ طيب بعد كده هبتدي اقطع، هلاحظ ان الست هي اللي بتتكلم بعد كده. طيب يبقى انا معايا مقطع الراجل بيتكلم فيه ومقطع الست بتتكلم فيه. الحته بقى اللي هي بتتكلم فيها وبتضحك وبتبتدي ترفع المج بالشكل ده، الحته دي كده انا هقطعها. طيب يبقى انا كده معايا راجل بيتكلم، وبعد كده قطعته ست بتتكلم وبترفع المج. يعني لازم ترفع المج، انا مش عارف ايه، حتى الستات في الذكاء الاصطناعي. طيب مش عايزين حد يزعل مننا. يبقى احنا كده لما قسمنا التراك لراجل وست، ماشي؟ راجل بيتكلم وبعد كده ست بتتكلم، كده انا سهل عليا. اللي هيتكلم الاول مين؟ الراجل، بس انا عايز اللي يتكلم الاول الست عشان ليديز فيرست. لا هي مش كده طبعا، عشان الكلمه الانجليزيه هي اللي هتتنطق الاول، اللي هي معموله بالذكاء الاصطناعي. يبقى احنا عايزين كلمه هالو في البدايه هنجيبها بالذكاء الاصطناعي اهي. هو هنا بيقول هالو لحد هنا اهي، هي دي، ماشي؟ هبتدي اقطعها بالمنظر ده، يبقى التراك بتاع هالو بيتقال هنا، ماشي؟ حلو. يبقى انا عندي اللي هيقول هالو الاول الست هنا، بص هالو، كويس قوي، ماشي؟ يبقى اذا هاخد التراك بتاع هالو لحد هنا، وبعد كده هروح ايه؟ اروح قصه، وبعد كده اروح مرحل ده هنا كده، وبعد كده المفروض ان اللي هيصحح مين او اللي هينطق مين؟ انت هتنطق بصوتك. طيب عشان اشوف الكلام ده هبتدي اخد الكلام ده كده، وبعد كده طبعا بعد ما جهزت
وطبعا بعد ما جهزت المقطع الصوت بتاعي اللي انا بقول فيه هالو ببقي ده، هبتدي اخده كده بالمنظر ده واحطه تحت التراك ده. يبقى انا كده عندي دي النتيجه اللي احنا وصلنا لها. بص اسمع معايا، هالو يعني مرحبا. تمام. طبعا فرق كبير بين هالو بتاعتي وهالو بتاعتها. طبعا النطق او الاكسنت اساسا لما بيبقى بتاع الست بيبقى فيه نوعا ما احترافيه عن الراجل يعني. طبعا انا بقول كده طبعا عشان ايه؟ عشان ليديز فيرست. تمام. اللي انا عملته هنا في المشهد ده اللي لمده ثانيه انت هتعمله على كل الفيديو. طيب انا عايز المنظر يبان احترافي، المنظر يبان احترافي ويبقى الاستديو شكله حلو. طبعا انا ممكن اجيب زي ساوند تراك اللي هو زي بيبقى الصوت المتحرك ده عشان ادي لمسه احترافيه اكتر. زي ده مثلا ممكن اجيبه من اي برنامج مونتاج بحيث ان الصوت يبقى محطوط تحت ما بينهم هما الاثنين وهما بيتكلموا بالمنظر الاحترافي ده. وبعد كده اروح ضامم التراك بالمنظر ده بحيث ان دي تكون النتيجه بتاعه يعني الفيديو. تمام كده احنا فهمنا. طبعا هتلاقي التراك ده موجود على اي حته، ممكن تحمله من اي مكان، ممكن تلاقيه كمان موجود في برنامج المونتاج بتاعك لو بتستخدم برنامج زي كاب كات. دي الفكره الاساسيه اللي احنا بنعمل بيها المحتوى. انا مش لازم بقى اشرح لك الموضوع بحذافيره، انا كده قدمت لك الفكره الاساسيه. انا مش عايز اشف القناه بتاعتها عشان انا حرام عليا اضيع مجهودها، وخصوصا ان هي اللي جابت الفكره. فانا بفهمك الفكره الاساسيه اللي ممكن انت تعمل بيها قناه ليها علاقه بالموضوع ده. طيب ازاي بقى اقدر ابتدي ارفع محتوى واعمل صور مصغره احترافيه؟ هقول لك ازاي. طب بصوا يا جماعه، عشان تنجح على يوتيوب لازم تفهم اس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن. لو مش عايز تتعلم اس اي او روح لك شوف لك اي شغلانه تانية خالص. يعني يوتيوب لازم تبقى متعلم يوتيوب الجوريزم لازم. طيب عشان تعرف تعمل يوتيوب الجوريزم عشان يبقى الفيديو بتاعك في اس اي او ناجح، شات جي بي تي سهل عليك كل حاجه. الاول كنا بنقعد نتعلم بس الموضوع المره دي يبقى سهل. ده الفيديو اللي احنا عايزين نشتغل عليه، اللي هو اهم 50 كلمه تقدر تستخدمهم كل يوم او كل يوم تستخدمهم بالانجليزي. هتبتدي تنسخ العنوان بالشكل ده، وبعد كده هتروح لشات جي بي تي وهتقول له التالي. ركز معايا، هتقول له اكتب لي عنوان جذاب للفيديو ده. انا لو ضغطت انتر دلوقتي هيديني شويه عناوين مش عنوان واحد، لان انا خلاص فهمت شات جي بي تي بيشتغل بشكل عامل ازاي. بص شويه عناوين جذابه، اختار العنوان اللي انت شايف ان هو الطب اللي فيهم. زي وليكن مثلا احفظ دول بس اهم 50 كلمه هتخليك تتكلم انجليزي بطلاقه. وليكن مثلا هتاخد العنوان بالشكل ده نسخ او كوبي، وبعد كده هنقول له اكتب وصف احترافي للفيديو ده. وبعد كده هتبتدي تديله العنوان اللي انت اخترته كده، ده العنوان بتاع الفيديو. هيبتدي يكتب لي دلوقتي الوصف الاحترافي اللي هتحطه تحت الفيديو مع شويه هاشتاجات. تمام كويس، ده الوصف اللي هتحطه تحت الفيديو. طيب بعد كده محتاجين الكلمات المفتاحيه، تقول له اكتب لي كلمات مفتاحيه للفيديو وتضغط على انتر. يبتدي يديك شويه كلمات مفتاحيه، في بين كل كلمه وكلمه في فاصله عشان تقدر تستخدمها. كده احنا فهمنا ازاي نقدر نشتغل، كده احنا عرفنا ازاي نشتغل، ازاي نقدر نصمم استوديو احترافي، ازاي نقدر نعمل بودكاست ما بين شخصين، ازاي نقدر نعمل كلمات مفتاحيه احترافيه للفيديو ونهيئ الفيديو لمحركات البحث ونختار افضل عنوان للفيديو، ازاي نكتب وصف احترافي للفيديو، ازاي نبتدي نعمل تهيئه للقناه بتاعتنا، ازاي نخلي القناه بتاعتنا متوافقه مع محركات البحث، ازاي نعرف نعمل تهيئه كامله للمحتوى بتاعنا. اتعلمنا كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. فمن فضلك لو الفيديو عجبك ما تحرمناش من اللايك عشان هو بيدعمنا كتير. بس كده اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. ويا ريت يا ريت اي حد عنده اي فكره اشتغل عليها وحابب ان احنا نقدم شرح زي ما قدمنا كده شرح عن القناه اللي كانت معانا الضيفه بتاعت النهارده اللي هي استاذه ايمان، يا ريت يكتب في التعليقات وانا هبص القناه عجبتني هبتدي اعمل عليها فيديو. بس كده اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.